السلام عليكم والصحة رمضانكم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. دونك اليوم فيديو خفيف ظريف راح نديرو وصفة خبز البي اللي ترافق طاجين الحلو. بالنسبة لهاد الوصفة تجي بزاف بنينة وراح نضمن لكم كو طاجين الحلو تاعكم ما يبقاش داخل خارج للفريغو. دونك بالنسبة للمقادير راح تكيلو بنفس المكيال. راح نحتاج الكيلة نتاع البيض وربع كيلة نتاع السكر، ما راحش نكتروا السكر، تقدروا حتى ديروا حتى مغرفة كبيرة نتاع السكر باسكو راح نسقوه بالسيرو نتاع طاجين الحلو. وراح نديروا قرصة ملح ولا فاني ولا باداغوم تاع سيترون ولا قشور الليمون ولا نتاع تشينا. راح نخلطو مليح مليح بالباتور ولا بالفوي حتى نحسو بلي السكر بدا يذوب، ومن بعد راح نزيدو كيلة نتاع الزيت ولا نتاع زبدة دايبة ودافية، من الأحسن تكون زبدة باش تجي البنة يعني حاضرة. ومن بعد راح نزيدو كيلة نتاع المكسرات اللي يكون عندكم محمرين، باغ كاوكاو محمر مطحون، لوز محمر مطحون، لوز ولا ان ميلونج يعني مخلطين. ونخلطو تاني مليح مليح وراح نزيدو كيلة نتاع لا شابلور اللي هي الخبز محمص ومطحون وكيما شفتو راه مغربل. نخلطو ونزيدو مغرفة كبيرة نتاع الفارينة وكيس نتاع الخميرة نتاع الكاطو. الا كانت الكيلة كبيرة نديرو زوج نتاع لي ساشي نتاع خميرة الكاطو ونخلطو مليح مليح. نشعلو لو فور تاعنا نوجدو ديجا يكون يعني لي مول يكونوا واجدين باسكو لاباط بالخبز تتشرب. دونك تكونوا موجدين ما قبل لي مول مدهونين بالمارغرين ومغربلين فوقهم الفرينه، والفوغ تاعكم الثاني تكونوا شارينه على غوصت ليه نعمروا لي مول تاعنا 3/4، يعني ما تعمروش لي مول تاعكم باسكو لاباط تاعنا راح تزيد تنتفخ في الفوغ. نعمرهم مليح مليح وندخلوهم في لو فوغ على 180 درجه مئويه. نشعلوا عليهم من تحت غير يحمروا الحواف، نشعلوا عليهم من الفوق. ومن بعد كي يطيبوا خلوهم يبردوا شويه ونديموا ليهم. وهاي ليكم شوفوا كي خرجوا شابين. دونك بويسك راح ندير طاجين حنا دونك ليمون يكونوا هكاك صغار. راح دونك التزيين اختياري كيما شفتوا. حطيت خبز البي هو الاول وسقيته بالسيرو نتاع طاجين الحلو. ومن بعد التزيين يعني يبقى اختياري على حسب طاجين الحلو تاعكم كيفاه ديروه. كاين يديروه باللحم، كاين يديروه بالدجاج، كاين يديروه غير بالبرقوق هكاك والمشواش. لا ديكوراسيون اختياريه. بعد ما وجدت البلا درت شويه مكسرات، درت شويه لوز محمص. هي في الطاجين حلو دو بريفيرونس يتقلاو. ودرت لي فريز لانانا تفاح تاني كنت طيباتها مع الطاجين حلو. وهاي ليكم النتيجة يجي بزاف بزاف بنين و يعني شكله يجي عراقي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. صحة فطوركم، تفطروا بالصحة والهنا ان شاء الله، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفة جديدة. تبقاو على خير.